مؤكدا تطويق بانياس. تطويق بانياس، وأنا أعني ما أعني. تطويق بانياس والبدء بالتطهير. نحن بالمقاومة السورية احتمال نطلع على المؤازرة وعلى القتال. المقاومة السورية عنوانها التطهير والتحرير. هالعنوان. لا يوجد لدينا أي فكر سلطوي أو من الطبيعي ما يكون عندك شعارات غير هدول الشعارين، هو تهجير وتطويق وإبادة وقتل ودمار وتشريد، لأنه هذا الشيء اللي انتوا ربيتوا عليه. النظام البائد بشار المقبور المأفون ما رباكن غير بهاي الطريقة، يعني هو أنشأكن لهذا المسار لمرحلة معينة ليقدر يستخدمكن فيها، وقدر واستخدمكن وقدر يكسب منكن بغبائكن أكبر قدر ممكن لأنه يثبت رجليه بالسلطة. أفكار الجيش العربي السوري، نحن من ضرائبنا ومن أموالنا على أساس بين قوسين هو لحمايتنا ضد أي عدو خارجي. وصلنا لمرحلة إنه استخدموا هاي الأموال في قتلنا وتهجيرنا وتدمير بلدنا. هاد هو بشار الأسد، وهدول كانوا ضباطه والأعوان تبعوته وأزلامه يلي أطالوا بعمر الثورة السورية المباركة يلي أطاحت فيهم وجابتهم أرض. يا أيها الفلول، إننا في معركة التحرير قاتلناكم قتال الحريص على حياتكم رغم حرصكم على مماتنا، فنحن قوم نريد صلاح البلاد التي هدمتموها، ولا غاية لنا بدماء أحد. نحن قوم نقاتل وفي صدورنا شرف القتال، وأنتم تقاتلون بلا شرف. سوريا سارت إلى الأمام ولن تعود خطوة واحدة للوراء، فاطمئنوا عليها بحفظ الله ورعايته. بعد هذا الرد أكيد ما في رد وما في قول، لأنه السيد الرئيس أحمد الشرع جز وقال ما يجب أن يقال. لكن للأسف أنتوا بطبعكم الغدر والخيانة، وأكيد ما كنا بنتوقع منكم إلا هاي التصرفات. جماعة قصد وجماعة الهجري وجماعة فلول النظام، وانتوا كلكم تندرجوا تحت مسمى فلول النظام. انتوا الثلاثة تندرجوا تحت مسمى فلول النظام، لكن أخذتوا تسميات، كل فئة أخذت تسمية خاصة فيها. بس صدقوني البلد رح يتعمر فيكن